باعت ذهبها عشان تعالج ابنها، وبعد 7 سنين جوزها بقى صاحب شركة. في يوم من الأيام كان ابنها مريض، وفضلت في اختيار صعب جدا: تبيع ذهبها، ذهب عمرها، ولا تعالج ابنها؟ طبعا اختارت ابنها، إن هي تعالجه. ومن اليوم ده كان بداية قصة نجاح محدش كان يقدر يتخيلها. قصة مين؟ أم محمود. أم محمود ما بصتش للظروف وقالت دي ظروف صعبة، لا، دي بصت اللي في إيديها وقدرت تعمل إيه. معاكم دلوقتي قصة أم محمود، يلا بينا. أم محمود اتجوزت وهي عندها 19 سنة، واتجوزت عامل في ورشة نجارة، وكان راجل طيب وعلى قده. وكانت ساكنة في أوضة وصالة، وكانت الحمام بره الأوضة دي خالص، يعني شركة مع ناس تانية. وكان الشتا لما كان بيجي كان بيغرق الأوضة بالمية. طيب، أم محمود بعد سنة من الجواز ربنا رزقها بمحمود، وبعد سنتين كمان ربنا رزقها ببنت تانية. وكانت بتقعد تقول لأبو محمود: ما تدور لك على شغل تاني لأن العيشة صعبة قوي معاهم. يقعد يقول لها ربنا يسهل ربنا يسهل، بس هي كانت بتكتم في قلبها وتقعد تقول ربنا كبير وربنا كريم وإن شاء الله ربنا هيكرم. لحد ما جه اليوم اللي فيه محمود سخن سخونية جامدة أوي، والسخونية دي كانت شديدة جدا لدرجة إن هو اتحجز في المستشفى لمدة 5 أيام. والدكتور قال لها الوضع صعب أوي، وكان حساب المستشفى ساعتها 1800 جنيه. بصت في البوك بتاعها ما لقيتش غير 80 جنيه، فاضطرت تبص لذهبها، كان معاها خاتم بتاع جوازها، راحت بعته. جاب لها كام؟ 1200 جنيه. وجوزها أبو محمود ما معهوش ولا نكلة، على الله حكايته، طيب وغلبان كده ومش عامل حساب للظروف دي خالص. المهم، راحت باعت الخاتم، كسبت 1200 جنيه، وراحت لجارتها استلفت 600 جنيه. والحمد لله عدت على خير، ومحمود قام منها وخف. بس وهي خارجة بمحمود من المستشفى بصت للسما وقالت: أنا لا يمكن أتعرض للظروف دي تاني، أنا عمري ما هستسلم للظروف الوحشة دي تاني، أنا اللي هعمل الظروف. ومن ساعتها قررت إن هي تغير كل حاجة في حياتها. سمعت عن جارة ليها بتشتغل في التطريز، فراحت لها وقالت لها علميني التطريز. اتعلمت التطريز في أسبوع، ومن ساعتها بقت تشتغل في البيت وهي قاعدة جنب ولادها. تقوم الصبح بدري تعمل شغل البيت تخلصه، وتبتدي شغل التطريز بعد الظهر. وبعد كده لما العيال يناموا تبتدي تطريز تاني لغاية الساعة 2 بالليل. ما كانتش بتنام في اليوم غير 3 ساعات بس. أول شهر كسبت 250 جنيه. ابتدت إيديها تبقى كويسة شوية في الشغل والشغل يزيد. تاني شهر بقت 400 جنيه، وشهر بعد شهر بقت 700، وهكذا. طيب، أبو محمود كان بيقعد يزعق لها ويقعد يقول لها إيه: اوعي، اقعدي من الشغل ده، اقعدي من الشغل ده، اقعدي ربي العيال، اقعدي ربي العيال، ويقعد يزعق لها. وهي عشان في هدف في دماغها عايزة توصل له، كانت بتحوش في علبة سكر في المطبخ الفلوس، وكانت تقعد تقول له: لا، انا هشتغل عشان في حاجة ان شاء الله نوصل لها، وان شاء الله نعملها اول لما اوصلها انا هقول لك. ام محمود فضلت 3 سنين على الحال ده، تشتغل ليل نهار وتحوش في برطمان السكر في المطبخ، واخده بالها من عيالها، واخده بالها من بيتها، واخده بالها من شغلها. لغايه لما جه اليوم وابو محمود قاعد، راحت جايبه كيس وحطاه قدامه، كان فيه 8000 جنيه. بص لها كده وبقى مستغرب واتخض. قال لها: ايه ده؟ قالت له: دي فلوس الورشه اللي انت كان نفسك تفتحها، خد الفلوس وانزل افتح الورشه اللي انت كان نفسك تفتحها. طبعا ابو محمود اتصدم، ويعني كل السنين والشقة ده اللي هي تعبته، صدقوني الراجل في ثانية بيقدره، مهما أبدى رأيه إن هو معترض على كل الكلام ده. بس لما بيشوف من الست الجدية وإن هي شايفة بيتها وعيالها
في الآخر بيبقى عايز يعمل لها حاجة وبيقدّر لإنه ربنا لوحده اللي عالم الشقة اللي هي شقيته. المهم أبو محمود فعلًا خَد الفلوس وقال عمري ما هاخذلها أبدًا، فتح الورشة وابتدى بعامل، شوية 2 عُمّال، وشوية العُمّال كتروا والوضع بقى ماشي، بقى 7 عُمّال. أم محمود سابت يا ولاد باتلخبط، الشغل اللي كانت بتشتغله وابتدت تشتغل مع أبو محمود في الورشة، تمسك الحسابات بتاعة الورشة كلّها. الورشة كبرت وبقت بتعمل شغل ل4 شركات، والموضوع كبر جدًا ولدرجة إن هم اشتروا بقى شقة تمليك، والعيال بتتعلم أحسن تعليم. أم محمود فضلت تتعب 3 سنين عشان تحوّش الفلوس لأبو محمود، و7 سنين عقبال ما الورشة قامت على رجلها وابتدت تقول يا نجاح. 10 سنين وهي صابرة، وقبلها صبرت على أبو محمود وعلى الفقر وعلى الحياة الصعبة، وصبرت على جوزها واستحملت. بس لما اتحطت في ظروف صعبة قررت إن هي ما تستناش حد ولا حتى أبو محمود، ولما هي بدأت هو كمل. المهم إن أنت تبدأ، وأنتِ ياللي أنتِ في الظروف اللي أنتِ فيها دي اعرفي إن الظروف دي بتبقى كده علشان تحطِّك في أحسن حال، والظروف دي عشان تبتدي بداية جديدة إن شاء الله. ولما ما تقعديش بقى تبكي وتقولي الراجل هو اللي يعمل، الراجل هو اللي يسوي، أنا يا دوبك عليّا تربية العيال والحاجات دي. ماشي كل ده حلو، بس ابتدي ولمّا هو يشوف نجاحِك وإن أنتِ صابرة ومحتسبة والله العظيم بيكمّل وربنا بيهديه يا ولاد، وممكن كمان يساعدِك وتكبروا أنتم الاتنين سوا. فما تقعديش تلعني في الظروف إن هي اللي صعبة، أنتِ اللي تصنعي الظروف. لو عجبتِك حكايتي وعجبتِك حكاية أم محمود اكتبي لي في الكومنتات، واكتبي لي أنتِ حسيتِ بإيه لمّا سمعتِ قصة أم محمود. حبيبة قلبي تيتة، إن شاء الله تحاولي وتشوفي وتستخدمي المتاح عندِك، وتستخدمي ظروفِك إن أنتِ تكوني أحسن وأحسن. حبايب تيتة.